de la salive. Exactement, c'est un virus qui est présent dans la salive وينتقل principalement par العض. ومن بعد en deuxième lieu الخدوش ou le léchage sur une plaie fraîchement exactement une plaie جديده جرحه جديده exactement تكون جرحه جديده وان كونتاكت يعني احتكاك مع اللعاب تاع الحيوان المصاب راح ينقل لنا المرض. يعني وافا نفهم منك ماشي العضه ولا هذه الخبشه اللي تسبب الكلب ولكن يعني اللي تجي معاها يعني لا ساليف كي لانه الفيروس يعني عندما يصاب حيوان يعني علاش برينسيبالمون العض كي يدخل فيروس اون بروميي ليو عند لانيمال اللي ما يكونش انفيكتي راح لو فيروس راح يتكاثر في الموقع تاع العضه ولا الخدشه هذيك و يفا سو مولتيبليي نلقاوه في الاعصاب ومن بعد اون دوزيام ليو راح يتكاثر في الدماغ ومن بعد كيروح للغدد اللعابيه و il va s'installer il va être présent en grande quantité يعني بكثافه كثيره الفيروس يكون في اللعاب على بها نقولوا برينسيبالمون العض يعني. نعم اوكي فهمنا عليك. هو داء الكلب هذا كيفاش يصيب الكلاب؟ هو يصيب الكلاب الضاله ولا يقدر يصيب كلب دوميستيك ولا كيفاش؟ حتى القطوطه لا حتى القطوطه وي بزاف ما على بالهمش باللي القط ثاني ينقل داء الكلب